السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبدأ بإذن الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم، فضلا وليس أمرا يا حبايبي. ما تنسونيش لايك واشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد إن شاء الله، وقولوا لي تعليقاتكم الحلوة واي ملحوظه ان شاء الله اكون نسيتها مثلا او ما قلتهاش في الفيديو هكتبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. النهارده بقى يا حبايبي عايزين نعمل مع بعض بامر الله حاجه ساقعه جميله ترطب علينا. هنعمل باذن الله جيلي وكاستر الاتنين مع بعض، وهنشوف الطريقه باذن الله تعجبكم قوي، وطعمه خرافه، طعمه جميل جدا. اهو يا حبايبي جبناه على النار بأمر الله، حطينا كوبايتين اللبن واربع معالق سكر، ونقلبهم على البارد. طبعا احنا طافين النار لسه، احنا مش مولعين النار، احنا هنقلب على البارد. هنحط بقى بإذن الله النشا، عندنا معلقتين ونص نشا ومعلقتين ونص دقيق، وهنحطهم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب برضو على البارد لحد ما يدوبوا خالص. ما يبقاش فيهم اي حاجة مكلكعة، كله يبقى دايب خالص جميل. دي بقى بتطلع لنا ما شاء الله الكريمة الكاستر اللي بنعملها، بتطلعها لنا كريمي، تبقى جميلة قوي. الدقيق بينعمها وبيخليها حلوة قوي. احنا طبعا عايزينها لونها بامبا، انا مش عايزاها بيضة، فعشان اعملها لونها بامبا ممكن اضيف لها لون طعام احمر، بنحط سنة صغيرة لحد ما تخليها بامبا، او معلقة جيلي بنقوم حاطينها، تبقى طبعا جيلي احمر فراولة. ونقلب كويس، بنحط على قد اللون اللي احنا عايزينه، واول ما توصل للون ممكن ازود شوية لحد ما توصل للون اللي انا عايزاه. انا لاقياها دلوقتي عايزة تتزود شوية، هزودها كمان شوية علشان انا عايزة اللون اغمق من كده كمان. اهي يا حبايبي حطيت لها نص معلقة كمان. اقلب كويس لحد ما كله يدوب، ملاقيش اي تكتلات، والسكر يدوب والجيلي يدوب. وبعد كده ابدأ اعلق عليها. طبعا ايدي فيها على طول علشان ما تكلكعش تحت مني، لازم ايدي فيها باستمرار لحد ما الخليط يكون سميك معايا. بصوا يا حبايبي الخليط قرب يتماسك. انا خليتها نص نار، يعني النار مش عالية قوي ولا واطية قوي، خليتها نص كده. بدأ ان هو يتقل شوية، انت بتحسي بيه. هبدأ احط له 4-5 نقط كده فانيليا سايلة، وطبعا هو سخن معايا، بدأ يسخن. احط له معلقة زبدة هتسيح معاه بقى، هتخليه احلى كاستر هتدوقيه بامر الله، وهيعجبك جدا. طبعا بدل الجيلي عايزه تحطي كاكاو بتحطي، مش عايزه تحطي بتسيبيه ابيض، عايزه تحطي لون اصفر اكنك شارياه من بره، واحلى كمان. بايدك بتعملي كل حاجه، واحلى حاجه في البيت لولادك، حاجه نظيفه، وان شاء الله هيعجبك وهتقولي مش هعمل غير ده. اهو يا حبايبي شوفوه مسك وما شاء الله بقى جميل ازاي وكريمي ازاي، ما شاء الله ما شاء الله. شايفين عامل ازاي؟
نطفي عليه بقى. طبعا لو انت حاسه ان هو تقل معاكي اكتر من كده شويه ممكن تضيفي له ربع كوبايه لبن وبرده تقلبيه جامد، هتلاقيه برده السمك اللي انت عايزاه، بس انا عايزاه كده اهو. شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله جميل جدا. هنطفي عليه بقى ونروح نصبه في الكاسات اهو يا حبايبي. هنبدا بقى ان احنا نعمل ايه، نصب الكاستر في الكاسات. طبعا احنا هنصب ايه، هنصب النص بس كده كده بس، يا دوبك نص الكاس. معلش بقى عشان انا اللي بصور لنفسي فانا مش قادره اتحكم شويه. اصب الكاسات دي كلها ونرجع تاني مع بعض اهو يا حبايبي. انا قطعت عليه بقى بعد ما صبيته وبرد شويه، قطعت عليه شرايح موز. طبعا الموز ده كنت انا مفرزاه في الفريزر، فما كانش عندي موز بصراحه، الموز كان خلص، فانا قلت لما اطلعه من الفريزر بقى واعمله برده حلو وجميل ومش بدم برونقه زي ما هو بتقطعيه وتحطيه عادي. عندنا بقى هنا قطعه من التفاح والعنب، نحطها برده على الوش كده. كل كاس نحط عليه شويه تفاح وعنب، بتحطيه تبع ذوقك انتي اللي بتحبيه تعمليه. اهو يا حبايبي. نغلي بقى كوبايه ميه مغليه ونحط عليها، نطفي النار ونفرغ محتويات الباكو فيها، باكو جيلي، ونقلب كويس قوي لحد ما يدوب خالص، ما يبقاش فيه اي سكر من سكر الجيلي موجود لسه. ده كويس قوي 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 لحد ما يدوب في الميه السخنه. وبعد كده نضيف عليه كوبايه الا ربع ميه ساقعه من التلاجة. نبدا بقى نصب الجيلي باذن الله على ايه، على الكاسات بتاعتنا لحد ما نغطي الفاكهه ووش الفاكهه. وطبعا نقوم مدخلينها بقى ايه التلاجة لحد ما الجيلي يمسك عليها، هيبقى شكلها روعة جميلة جدا. نحاول ان احنا ايه نغطي الفاكهة بتاعتنا اهو يا حبايبي. بعد ما خلصت بصراحة منظر جميل جدا، عجبني قوي بصراحة. طبعا ممكن تقومي جايبة فل كريم جانتيه وتحطي واحدة في النص كده، فلة كبيرة في النص هتخليها شكلها حلو، بس انا حابة شكل الفاكهة يبان على وش الكاس. وتبصي بقى من الجنب، شوفي جنب الكاس ما شاء الله ما شاء الله، منظر جميل. ولا التورته بصراحه باذن الله الطعم خطير كمان، هيعجبكم قوي. شوفوا الكميه اللي انا قلت لكم عليها، عملت 9 كاسات، 3 سلاطين صغيرين و6 كاسات، وما شاء الله كميه حلوه جدا. حابه بقى في الكاستر تخففيه شويه، ممكن تحطي معلقتين دقيق معلقتين نشا على كوبايتين لبن. حابه يفضل كده ماشي، حابه ان انت تزودي عليه اللبن شويه بنفس المقدار بتاع الدقيق والنشا اللي قلت عليه، ماشي اللي انت عايزاه. طول ما انت واقفه في مطبخك بتبتكري تعملي انت اللي انت عايزاه، احنا بس مجرد بنديكوا فكره وانتوا بتكملونا، واحنا انتوا بتكملونا وبتدولنا كمان تعليقاتكم الجميله وروحكم الحلوه معانا. هندخله بقى التلاجة باذن الله يجمد وبعدين اوريهولكم ان شاء الله. عايزه اقول لكم بقى ان انا رحت عشان اجيب الكاسات من التلاجة، ما شاء الله ما شاء الله لحقت لكم كده 2 بالعافيه، ده واحد منهم، فقلت اصورهم بقى ليكم واوريهم لكم قبل ما يخلصوا هما كمان، فعشان كده هتلاقوهم لسه ايه الجيلي ما جمدش قوي يعني. وطبعا احنا ان شاء الله هحط لكم المقادير المظبوطه في صندوق الوصف وشوفوها باذن الله واتبعوا الطريقه معايا على الفيديو ان شاء الله. اهو يا حبايبي بعد ما طلع من التلاجة
هو ما جمدش قوي لان انا سبته يا دوبك ساعتين، عايزه اوريهولكم. وجميل جدا 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 وطعمه خطير بصراحه. بسم الله، جميل جدا، تحفه. طبعا احنا لو نزلنا تحت شويه هنلاقي الكاستر معانا بقى، وطعم الاتنين مع بعض حاجه كده وهم، حاجه جميله. يا ريت تجربوه، تقولوا لي رايكم. متنسونيش بقى لايك، سبسكرايب، تفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.